بعد حب السنوات وخطوبة سنة، دز الخطيبته دعوة لحضور حفل زفافه. أحداث غريبة والأول مرة راح تسمعوها. أهلا بكم. ضي طالبة بقسم الهندسة، شابة جميلة جدا. أثناء دراستها تعرفت على وائل زميلها بنفس القسم، وبلشت معرفتهم كزملاء من المرحلة الأولى. طول فترة الدراسة وهم سوية، حتى اختلاطهم بأصدقائهم صار قليل بسبب تعلقهم ببعض، إلى أن وصلوا المرحلة الرابعة. وائل اعترف لضي بحبه، وضي وافقت لأن أيضا كانت تحبه بس تنتظره هو يبادر. بلشوا ضي ووائل يخططون للزواج مثل أي اثنين يحبون بعض. وائل طلب من ضي يأجلون الزواج إلى أن يلاقي شغل زين. وافقت ضي، وظل وائل يدور إلى أن لقى شغل بشركة أجنبية داخل العراق. اشتغل وائل باختصاصه، وكان عمله جدا ممتاز إلى أبعد الحدود، لدرجة بعد فترة تعاقد ويا الشركة وصار أحد كوادرها. وائل لما انضمن عمله اتصل على ضي وقالها لازم أجي أخطبك. طارت ضي من الفرحة وراحت بلغت أمها، لأن أمها كانت تعرف بحبهم. أم ضي بلغت أبو ضي، وائل بلغ أهله، وصار تقريبا اتفاق مبدئي. بعد أيام راح وائل وأخذ أهله حتى يخطبون ضي، وبالفعل عقد لهم الشيخ وتمت خطبتهم على خير. وقرروا يبقون سنة مخطوبين يرتبون وضعهم وبعدين يتزوجون. بعد فترة من الخطوبة الشركة طلبت من وائل يسافر وياهم للإمارات لمدة 6 أشهر، لأن كان عندهم عمل طارئ ولازم يروحون. وائل ما كان عنده خيار ثاني، لازم يوافق لأنه كان مرتاح بعمله، وأيضا أجور العمل خارج القطر كانت عالية ومغرية. راح لضي وبلغها وقالها لما أرجع من السفر مباشرة نتزوج. وبيوم السفر وائل ودع أهله وراح على ضي حتى يودعها، لكن ضي ما اكتفت تودعه بالبيت وأصرت تروح وياه للمطار وتودعه هناك. وفعلا راحت ويا ضي إلى أن طار ورجعت للبيت. وهنا بدت الأحداث القوية. بعد فترة وبيوم من الأيام، ضي وهي بالمطبخ تسوي الأكل انفجر عليها الطباخ. صرخت ضي وركضوا عليها أهلها وطفوها وأخذوها للمستشفى. وصلت ضي للمستشفى، لكن للأسف حروقها كانت جدا قوية، وجهها كان متأذي من النار، وشعرها تقريبا كان كله محترق. بعد ساعات صحت ضي وهي مذهولة من اللي صار، وراسها وجسمها كله ضماد، وأمها وأبوها واقفين يمها ويبكون. ظلت ضي بصدمة وما قدرت كل شي تحكي ولا قدرت حتى تبكي، فقط طلبت منهم ما يبلغون خطيبها نهائيا. ظلت على هذه الحالة بالعناية المركزة لمدة أسبوع. بعدها طلبت منهم يجيبوا لها مراية حتى تشوف شكلها. طبعا أهلها رفضوا، لكن ضي ظلت تلح وتصرخ وأصرت أن تشوف نفسها. جابوا لها المراية، ولما شافت نفسها استوعبت الصدمة، وظلت تبكي تقريبا 3 ساعات إلى أن أغمى عليها. وبعد ما صحت أكدت عليهم مرة ثانية ما يبلغون خطيبها نهائيا، وكل ما يتصل عليها تجاوب أمها وتقول له ضي مريضة، وضي تحكي وياه شوية وتسد الخط. ظلت ضي الأسبوع الثاني، وبعدها غادرت المستشفى للبيت، وبقت بالبيت وحالتها النفسية تدمرت. ظلت حابسة نفسها بالغرفة أيام ما تقبل تطلع. بعد أيام اجت ضي وشايلة الحلقة بإيدها، انطتها لأمها وطلبت منها توديها لأهل وائل وتقولهم انتهى كل شيء. أمها ما قدرت تعارضها ولا تضغط عليها بسبب حالتها واللي صار بيها، وسوت اللي تريده ضي. أهل وائل بعد ما راحت لهم أم ضي اتصلوا على وائل وحكوا له كل شيء. انصدم وائل صدمتين، صدمة بحادث ضي وصدمة برفضها للزواج. وائل كان باقي له شهر ويكمل، لكن ما قدر يصبر وعاف الشركة ورجع. ضي غلقت جهازها وطلبت من أهلها ما يجيبوا لها طاري وائل نهائيا. أمها حاولت وياها أكثر من مرة، لكن ضي قالت لها ما أريد أعيش شعور الشفقة ولا أريد أظلم وائل وياي وأني بهذا الشكل. رجع وائل واتصل على أهل ضي يريد يشوفها، لكن ضي رفضت تقابله. لكن وائل ما استسلم وراح لها للبيت وطلب من أمها أنه يشوفها. أمها راحت عليها تحاول تقنعها، لكن ضي رفضت وانهارت، وظلت تصيح ما أريد لا أشوفه ولا يشوفني، وإذا ظليتوا تضغطون علي راح أنتحر. ظلت ضي أشهر على هذا الحال، ووائل ظل يحاول يشوفها لكن هي رافضة. عاشت ضي فترة كلش صعبة، وحست أنه حياتها كلها انتهت، وكل ما تشوف نفسها بالمراية تبكي على ملامحها الحلوة اللي راحت، وتبكي لأن تركت أغلى شخص على قلبها غصب عنها. عدت الأيام، وبعد فترة ضي وهي قاعدة بغرفتها دخلت عليها أمها وشايلة ظرف. قالت لها هذا الظرف دازة إلك وائل. ضي باوعت على أمها لكن ما حكت كل شيء. أمها حطت الظرف وراحت. بعد شوي ضي أخذت الظرف وفتحته،
لقيتها بطاقة دعوة لحضور عرس. قبل ما تفتح البطاقة لقيت مكتوب دعوة لحضور حفل زفاف وائل. شمرت ضي البطاقة من ايدها وظلت ساكتة ودموعها ينزل. انقهرت على نفسها لانه ما كانت حابة تكون هيج نهايتها وتخسر الشخص اللي تحبه، وانقهرت ايضا لان اعتبرت دعوة وائل الها اهانة لمشاعرها ولحبها. فتحت تليفونها وكتبت رسالة عتب لوائل، وبنهايتها قالت له اشكر القدر اللي خلاني اعوفك لانك ما تعرف شنو معنى المشاعر. بهاي الاثناء دخلت امها، شافتها هيج حالتها، قالت لها شبيك شنو صاير؟ قالت لها وائل داز لي دعوة حضور حفل زفافه، يريدني اشوفه وهو ويا غيري. امها قالت لها زين المن راح يتزوج؟ العروسة منو ما عرفتيها؟ فتحت ضي البطاقة وهنا كانت الصدمة، لقيت مكتوب بالبطاقة حفل زفاف وائل وضي. ظلت ساكتة وما تعرف شنو تقول. باوعت على امها، لقيت امها تضحك. قالت لها ليش تضحكين؟ قالت لها امها وائل قاعد ينتظرك بالصالة ويقول اني ما اتزوج غيرها. ضي ظلت مبتسمة ودموعها تنزل، وحرقتها لما عرفت راح يتزوج غيرها خلتها ما تقدر ترفض. خلت القماش على راسها وغطت وجهها بالكامل وطلعت عليه. لما شافها وائل قالها ما يحتاج تغطين وجهك، انا شفت صورتك لما كنتي بالمستشفى، امك دزتها الي لما رجعت من السفر، وانتي ما تغيرتي بنظري، والاشياء اللي احبها بيك ما قدرت النار تغيرها. كشفت ضي وجهها وقالت له انت شنو اللي خلاك متأكد انه انا راح اوافق؟ قال لها انا من البداية ما همني رفضك، ومن رجعت لحد الان واني اجهز لزواجنا كأنه ما صار اي شيء، وقررت اتركك هذه الفترة ترتاحين وما ابلغك الا قبل اسبوع من زواجنا، حتى تتأكدين اني لما رفضت اعوفك ما كنت مستعطفك ولا لانه هذه حالتك، لان اني فعلا احبك لدرجة تخليني اشوفك احلى انسانة. ظلت مبتسمة وطايرة من الفرح، وحست روحها رجعت لها من جديد. وبعد ايام تزوجوا وتم العرس على خير. ضي تقول حاليا صارت عندنا طفلة وعايشين بالامارات لان زوجي ثبت شغله بالشركة بداخل الامارات، واني بهاي السنة سويت عملية التجميل الثانية ورجعت ملامحي مثل قبل، وكل ما اباوع لزوجي وبنتنا اتندم لان فد يوم فكرت اتركه.